لموضوع المعاملة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. من التقسيمات المعروفة شرعا ما يسمى بالعبادات والمعاملات. العبادات كل ما يتعلق بالعبادات، خاصة العبادات الكبرى من صلاة وزكاة وصيام وحج. فهذه العبادات الكبرى لها أحكامها في شرع الله عز وجل ولها آدابها تربط الإنسان بربه ويجعل والإنسان يعمل للآخرة ويبرئ ذمته بأداء هذه العبادات المفروضة على كل مكلف ما دام هذا الشخص مكلف. يعني الشخص مكلف له عقل، والعقل كما يقول الفقهاء مناط التكليف، فيلتزم شرعا بأداء هذه العبادات وفق ما شرع الله عز وجل. وهناك مجال آخر واسع جدا يسمى بالمعاملات. وطبعا الحديث عن فقه المعاملات يحتاج إلى وقت طويل، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. دعني أخي محمد صالح أقدمها في شكل رسائل مهمة لنفقه هذا المجال الحيوي في شريعة الله عز وجل. أبدأ بقوله تعالى في سورة الجاثية الآية 18. ربنا يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وما سميت أحكام الشريعة بالشريعة إلا لاستقامتها وعدم اعوجاجها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ونجد قوله تعالى أيضا مثلا في سورة النساء في الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى. هذا دخل في مجال المعاملات في الخصومات، كيف تحل شرعا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونجد أكبر آية في القرآن في سورة البقرة الآية 282. يقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني هذه الآية الكبيرة صفحة كاملة في المصحف الشريف فيها أحكام الدين، المداينة، القروض، فيها أحكام تجارية، فيها أحكام الرهن، في أحكام كثيرة، أحكام الشهادة والإشهاد. هذه الأحكام كلها تدخل في هذا المجال وهو مجال المعاملات. ونجد قوله تعالى أيضا: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع جائز ومباح، تبادل التجاري بجميع أنواعه في الشريعة مباح، ولكن هناك نصوص تمنع بعض العقود. من هذه العقود الربا ممنوع شرعا بنص القرآن، وكذلك ما ورد في أي القرآن أكدته السنة النبوية المطهرة. معاملة تجارية ممنوعة. نعم. وأحل الله البيع وحرم الربا. ونجد فئة أخرى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة في قراءة ورش، وفي قراءة أخرى ميسرة في حفص. إذن هذا المدين غير المماطل. أنت ذكرت في مقدمة حديث المماطلة. المدين المقترض غير المماطل أمر شرعا ذلك الدائن أن ييسر عليه إذا اتفقا على تسديد المبلغ المتفق يعني المقترض في أجل معلوم، وجاء ذلك الأجل والمدين لا يستطيع، له الحق أن يطلب أن يلتمس من الشخص الدائن تمديد الأجل. فالقرآن يأمر ذلك الدائن بأن يمدد، بأن يوسع لذلك المدين الأجل، وهذه داخلة في عمق المعاملات. ونجد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني الآية تحرم أكل المال بالباطل واضحة. ونجد مثلا في المجال الدستوري والمجال السياسي وحقوق والعلاقة بين المواطن والحاكم والمحكوم، نجد آيات كثيرة. أذكر على سبيل المثال قول الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم، ترسيخ مبدأ الشورى. فهذه الآية كما يقول علماء الأصول جاءت بشكل كلي،
أي هذه الآية قعدت قاعدة كلية يمكن أن تكون مجالا للتطبيق الفرعي في مجالات عدة. فالآية تقرر المبدأ، أما التفاصيل العملية، أما الإجراءات التطبيقية فهذه متروكة لأهل الاختصاص، متروكة لولاة الأمور لينظروا في الإجراءات الكفيلة بتحقيق المقصد، بتحقيق المبدأ، وأمرهم شورى بينهم. لمزيد من البيان أقول مثلا في عهد الخلفاء الراشدين تجد الخليفة يعني يطبق المبدأ باستشارة رؤوس الصحابة مثلا، وهو يطبق هذا المبدأ يستشير كبار الصحابة. عمر بن الخطاب من إجراءاته في مجال السياسة الشرعية أنه منع كبار الصحابة من مغادرة المدينة المنورة إلا بإذن. لماذا؟ لأنه يرجع إليهم في الاستشارة في مسائل عديدة، فأكلهم هو مجلس شورى كبير كبار الصحابة. الآن في هذا الزمان كاين تطبيق آخر، ماهوش لا نستشير كبار رؤوس أو كبار، لا، هناك مجالس شورية، هناك برلمانات بلغة العصر. طبعا ما ندخلش في التفاصيل، لكن فقط الإشارة اللي حبيت نوصلها أن هذا المبدأ المقرر في شريعة الله عز وجل يمكن تطبيقه الآن وفي كل زمن وفي كل مكان وفق إجراءات مناسبة، المهم تحقق المقصد. ونجد قوله تعالى مثلا في مجال القضاء، ربنا يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، تقرير أو تكريس مبدأ العدل وتجذير مبدأ العدل. ونجد قوله تعالى أيضا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه الآيات تشير إلى إقامة العدل بين الناس، ولكن السؤال مطروح كيف نطبق؟ إذا هذا في عمق المعاملات، في المعاملات القضائية في مجال القضاء، كيف نطبق هذا المبدأ؟ نطبقه تطبيقات عدة. أذكر مثلا في زمن القاضي الفرد، يجلس القاضي في المسجد أو في بيت القضاء في دار القضاء فيستقبل القضايا المختلفة، قضايا أسرية، قضايا جنائية، قضايا مدنية، قضايا إدارية، قضايا اجتماعية، قضايا تجارية اقتصادية. قاضي فرد يستقبل مختلف القضايا ويفصل فيها وفقا للشريعة الإسلامية للكتاب والسنة. ولكن هذا الأمر متعذر الآن متعذر. لا يمكن أن نجد قاضيا واحدا يتصدى لجميع القضايا بمختلف أنواعها، لا يمكن. إذن فالحاجات ألزمتنا بالتخصص، فنجد في المحاكم الآن نجد قاضي متخصصا في القضايا الاجتماعية، وقاضيا آخر نجده متخصصا في القضايا العمالية، ونجد قاضيا آخر متخصصا في القضايا الجنائية، وقاضي آخر مختص في القضية المدنية، وهكذا. وهذا لا يتنافى مع المبدأ. أقول هذا وأنا أقصد ذلك من ناحية العلمية. بعض الناس يقول لك هذه الأمور كلها لا غير مشروعة لأنها تخالف كتاب والسنة. لا، هذا كلام غير صحيح، لا يقوله إلا من يجهل أحكام الشريعة الإسلامية ويجهل أحكام الكتاب والسنة. لذلك نحن أمرنا بإقامة العدل. أما كيفية إقامة العدل هذه مسألة متروكة للناس، لأهل الاختصاص، للخبراء، وربنا يقول في القرآن فاسأل به خبيرا. المهم كلام طويل في هذا المجال، معلش دعني أضيف فكرة أخرى مهمة جدا. قاعدة ذهبية هي تكون في رأس جميع القواعد في هذا المجال الحيوي: الأصل في العبادة الحرمة إلا بنص، والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. طبعا كلام الفقهاء قوي ثقيل. نعم. العبادات الأصل فيها الحرمة، أي لا يجوز أن نعبد الله إلا بما شرع. لا يمكن أن يتفق المسلمون على اختراع عبادة معينة، لأن الأصل في العبادة الحظر أو المنع إلا بنص، إلا إذا وجد نص شرعي آمر بعبادة معينة وبكيفيات معينة. اتفقنا؟ الشق الثاني للقاعدة: والأصل في المعاملات الإباحة، يعني عكس الشق الأول من القاعدة، والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. وهنا رحمة ربي ما شاء الله، بمعنى الشريعة الإسلامية تركت لنا المجال واسعا فسيحا للإبداع في مجال المعاملات، أي نخترع من العقود ما نشاء شرط ألا تناقض مقصدا من مقاصد الدين،
وألا تخالف نصا قطعي الثبوت والدلالة في الكتاب أو في السنة أو فيهما معا. بمعنى يلا أنا والأخ محمد صالح الآن نتفق، قال نديروا عقود إلكترونية. نعم. مادام التكنولوجيا تطورت ممكن إبرام عقود إلكترونيا، هذا أمر مباح. في مجال المعاملات الآن الشركات معروفة، شركة الأبدان، شركة، ربما يأتي يوم إن شاء الله نفصل في هذه الأمور إن شاء الله تعالى، ونحبذ يعني النقاش هذا الموضوع ومناقشة هذا الموضوع لتنوير الرأي العام بالأحكام الفقهية في هذا المجال الحيوي. أقول كاين شركات معروفة، شركة الأبدان، شركة الأموال في الفقه الإسلامي معروفة. ولكن الآن شركة الأعيان، نعم. الآن شركة الأعيان الآن الواقع فرز جملة من الشركات، يقول لك هذه ايرل، هذه صار شركه ذات مسؤوليه محدوده، نعم. شركه ذات مسؤوليه مثلا شركه ذات الشخص الوحيد، شركه التضامن، شركه، يعني الواقع افرز جمله من الشركات. حتى في عقود المضاربه مثلا، في عقد المضاربه او عقد القراض مثلا، يعني نجد صورا عديده لهذا العقد. هذا كله جائز، الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. ولكن أكيد أنه يقع تحت قبة واحدة. تحت قبة واحدة، نعم. ولكن الشريعة الإسلامية أيضا وضعت المعالم تاع الحرمة. مثلا الغش حرام، لا يبرر الغش بأي مسوغ، لا مسوغ للغش. مثلا من غش فليس منا، أو في رواية من غشنا فليس منا. طيب هذه القاعدة أصلها حديث نبوي شريف، تطبق في جميع المعاملات. بمعنى إذا واحد باع منزل أو باع سيارة أو كذا، لا يجوز له أن يخفي مثلا العيوب، هذه العيوب لا يمكن. طيب سيدي، وبالنسبة للمشتري عنده ما يسمى بخيارات الأعيان، عنده خيار الوصف المرغوب فيه مثلا، هذه من فقه الشريعة في المعاملات، عنده خيار الشرط، عنده خيار العيب، عنده خيار الرؤية، عنده جملة من الخيارات في مجال الأعيان، وهكذا. إذن هناك أحكام شرعية تمنع جملة من المعاملات، إما بسبب الربا، ربويتها، أو بوجود الغرر فيها، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، أو لوجود الغش أو التدليس أو إذن فالمنع يكون لمصلحة الناس. يعني تتدخل الشريعة في هذا المجال الفسيح في المعاملات لوضع كما يقولوا ليسونس انتردي، لوضع يعني بعض العلامات المانعة لتصرف معين، حماية لأموالنا وحماية لنا وإقامة لجدار الثقة بين الناس، أليس كذلك؟ فبالتالي ثم في بعض التفاصيل الأخرى متعلقة بالعاقدين، شروط العاقدين، من هذه الشروط أن يكون العاقدان يعني مالكين للأهلية، أن يكون العاقدان مالكين للأهلية، والأهلية المقصودة هنا هي أهلية الأداء لا أهلية الوجوب. ما يقدرش مثلا واحد يدير عقد وهو ماهوش مؤهل، عنده مثلا محجور عليه مثلا لسفاه أو لعته أو لجنون مثلا. من الشروط نتاع العقد الصحيح أيضا أن يكون الثمن معلوما بينهما، ومن شروط أيضا يكون المبيع معلوما، وهكذا. يعني ربما في فرص أحكام كثيرة. يعني بارك الله فيك، شكرا جزيلا. إلى استقبال